اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والقناعة والسكينة والطمأنينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والولد. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا واهد ضلا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا واهدنا لكل عمل تحب وترضاه حتى نلقاك وانت راض عنا. اللهم يا أكرم الأكرمين كرم منا من يريد الخير. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح النشاط والورد والياسمين كده على أغلى إخواتي. ازيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكل حبايبنا من مصر لمصر، شرفتونا نورتونا على الرسم من فوق. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري كده. وشكرا لكم جدا جدا على تشجيعكم ووقفكم معايا. ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويسعدكم ويهنيكم يا رب. ايه؟ الطاهي. نضفي انت وسيف ده بسيس. وتعملي الكنبه. اه كنبه. اه وانا بعمل بايه؟ بتعملي بايه؟ بالفوطه؟ بتعملي بالفوطه؟ اه نضفي بالفوطه. اه قولي لايك. لايك. اللي اعملوا لايك. لايك. يلا اعملوا لايك بقى عشان خاطر روجي. ربنا يسعدكم يا رب. كيك. لا لايك. ماشي يا حبيبتي، هيعملوا لك لايك. بصي كده يا حبيب قلبي كده النهارده كده روتين كده يعني خفيف كده ولطيف كده النهارده يعني يا تنظيف كده اليومي. النهارده بقى مش مسيح ولا بتاع، يعني هي الدنيا لطيفه يعني كده لسه ماسحه. ودي الترويق يعني اليوم حشت كده الفرش كده وبكنس كده هما بقى بيساعدوني اهي، سيف وروضه بيساعدوني. وروقنا كده الكنب وكنسنا كده انتوا طلبتوا مني كده حبيب قلبي كده ان اعمل روتين يوم كامل كده فانا الصراحه كنتش ما بحبش اطول عليكم في الفيديوهات يعني باعمل لكم كده يعني باقسّم الروتين كده على يوم مرتين 3. مش عاوزة أطوّل عليكم يعني الفيديو أوي عشان يبقى مش طويل وممل. بس هاحاول كده على قد ما أقدر كده أنزّل لكم روتيني اليومي ويعني إيه، واحاول ما أطوّلش الفيديو. فالنهارده يعني اعتبر يعني إيه، روتين يومي كده بس في حاجات برضك ما صوّرتهاش عشان يبقى مش طويل أوي. هنا خلّصت بقى الجنب دكتي، سيف وراوضة ساعدوني وروّقوا معانا. ودي الروتين النهارده، يعني النهارده مش مسيح ولا بتاع، النهارده يعني الروتين اليومي. أحُش الفرش كده وأكنس كده تحت الفرش وتحت الكنب وكده. النهارده بقى ما عنديش مسيح ولا كده، يعني لسه ماسحة وكده هنا بقى خلّصت بقى الجنب الأولاني وفرشت والدنيا تمام. السجادة دي كنت فارشاها في الأوضة التانية. فالصراحة كنت حاطة هنا واحدة رصاصي، لقيتها الألوان كده يعني مبوّخة مبوّخة المنظر، يعني شكلها مش حلو. فرُحت بقى حطيت الرصاصي قدّام الأوض في مدخل الأوض كده حطيتها دي مكانها. وحطيت بقى الموف اللي كانت في الصالة اللي جنب اللي في الصالة حطيتها في أوضة النوم مكان مكان الموف دي اللي كنت فرشاها يعني بدلت دي مكان دي. فطبعا المهم يعني المنظر اللي في وش الناس، قلت في الأوضة مش مشكلتي. فالمهم يعني دي اللي في منظر في وش الناس وكده تبقى شكلها حلو. والموف اللي حطيتها يعني هي سجادة قديمة، بس قلت الحمد لله رضا، أي حاجة مفروشة وخلاص عشان السقعة. فحطيت يا حبيب قلبي دي كمان دي. فهي يعني بقت شكلها كده لايق مع بعضها وشكلها أحلى. هوريها لكم دلوقتي بعد ما اخلص. وفي واحده التالتة بقت الجديده اللي جايباهم اللي هي اللي جاوا مع دول، حطاهم هي في الصاله. يعني القديمه حطيتها في اوضه النوم وحطيت بقى الجديده في الصاله عند السفره. فطبعا الواحد ده يعني اهم حاجه اللي هو اللي هي مدخل للشقه اللي في وش الناس، واحد بيفرش الجديد والحلو يعني. طبعا يعني دي حاجه معروفه، اللي قدام الناس واحد بيفرش الحاجه الحلوه وكده. وفي الاوض مش مهم يعني، محدش شايفه فالواحد بيفرش فيه اي حاجه. فشايفين بقى كده شكلها كده بقت احلى. شايفين الجمال، الالوان كده لايقه مع بعضيها وجميله. وهي دي موف يعني يا اللونة لايق معاهم، ماشي معاهم. هنا كده جرات بقى الكنبه كده وكنست تحتها وفرشت، رفضت الدنيا كده والدنيا بقت تمام. ودي شكلها كده ما خلصت. شايفين بقى الالوان لايق كده على بعضيها.
جميلة جدا الحمد لله. دي بقى، لا دي الصالة بقى اللي قدام السفرة. دي السجادة اللي بقول لكم عليها. دي السجادة الجديدة فرشتها هنا. ودول الرصاص اللي هناك دي اللي كنت حطاها بين السجادتين. الرصاص اللي قدامكم دي حطيتها بقى هنا في مدخل الأوضة. وحطيت بقى الموف هناك عشان تدي منظر كده شكل حلو. وهنا بقى حطيت في الصالة اللي هي الجديدة. وكانت في هنا بقى السجادة اللي هي الموف اللي هي القديمة دي دخلتها في أوضة النوم. يعني بدلت دي مكان دي. يعني أنا حطيت الجديد كله بره يعني. والأوض بقى مش الأوضة التالتة. حطيت فيها السجادة القديمة مش مشكلة يعني. المهم هنا يا حبيب قلبي كده دخلت بقى على الأوضة كده أروقها لهم. هنا بقى كل ما أخش ألقى الكتاب على السرير يفضل يعني يذاكر لحد ما ينعس. وفي تالتة إعدادي أتمنى منكم كده الدعاء لي ربنا يوفقه وينجحهم. ينجح كل أولادنا يا رب. تالتة إعدادي ربنا معاه. يفضل يعني يذاكر كده لحد ما بينعس. هو بينام له كده ساعتين بالنهار يروح الامتحان وينام له ساعتين بالنهار. ويقوم بقى بالليل الليل كله يفضل يذاكر بقى لحد الفجر يصلي الفجر ويذاكر تاني شوية وينام له كده حوالي ساعة كده ولا ساعتين ويقوم تاني يذاكر له كده ساعة قبل ما يروح الامتحان. يعني ايه ما بينامش تقريبا. ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. ويوفقهم وينجحهم امين يا رب العالمين. دلوقتي كده حبيب قلبي كده كان عندي الغسيل منشور. لميته شوية الغسيل بقى اللي لسه غسلاهم هنشرهم. هو الشتا كده سلم واستلم. يعني اليوم كله يوماتي كده. نلم الغسيل الناشف وننشر اللي لسه غاسلين يعني طول يوماتي كده. سلم واستلم. والمهم بقى لسه هعمل بقى الجنب التاني برضك هلم الناشف وانشر بقى الغسيل. الصراحة الجو ساقع جدا جدا ربنا يعينكم في التلج ده. يعني المواعين الصراحة الواحد بيكسل عليها جامد المية تقولك طالعة من التلاجة. أكسل عليها. أقول أجي الصبح أعملهم لأ. طب خليهم اللي هم المواعين يعني بتاع الفطار وبتاع العشاء الصراحة ما اقدرش اعملهم بالليل. اقول بقى خليهم بعدهم مع الغدا اجي مع الغدا اكسل. خليهم شويه كده شويه كده. الواحد بيهرب مش دايك المواعين بس بيهرب من الساقعه من الميه متلجه قلت لا مفيش فايده. اسخن لي بقى شويه ميه واقعد اعملهم. واحد بقى يتنشط بقى على طول في الميه السخنه دي. بس صراحه مش واحد مش عاوز المواعين كمان تخلص. ان الواحد ايديه متدفيه في الميه السخنه ما مش عاوز يخلص. مش عاوز المواعين تخلص عشان الواحد بيتدفي اصلا. وانا الصراحه ايديا ما بتستحملش الساعه لما دفتهاش كويس. واقوم كده من احلى نوم لا مش متدفيه كويس القاها بقى. بتنشر بقى من الساقعه وتورم وتبقى ايه. حالتها حال يعني الحمد لله. يعني ربنا يرحمنا في الساعه دي. هنا كده قربت اخلص بقى خلاص اللبن شويه الغسيل. وشويه بقى اللي لميتهم بقى اطبقهم. الصراحه انا التطبيق ده ما بحبش التطبيق خالص. بس ما فيش شغل البيت ما فيهوش بحب ما بحبش. غصبا عننا هنعمل. ما فيش لا مفر. بس سيف ورودي بقى يساعدوني. طبّقهم كده وهُم سافروا رُد بقى دلوقتي هييجوا يعملوا معايا، لإنه كده باطبّق. جُم معايا ساعدوني كتر خيرهم. وننجز كده على طول واخلّص. بس رُد طبعًا ما بتطبّقش إلا لبسها هي بس. تلِم لبسها هي وتطبّقه. أتمنى يا حبايب قلبي كده يكون الفيديو كده يكون لطيف وظريف كده على قلبكم. وادّاكم طاقة ونشاط. إن شاء الله بإذن الله. يا رب كده أكون نضيف وخفّاف على قلبكم يا رب. وأتمنى ما حدش يكون لسه لايك يا حبايب قلبي كده عشان الفيديو بس يرتفع ربنا يجبر بخاطركم يا رب. عروضة أهي لمِّت لبسها. اللي معاها دي الصيف على فكرة. بس مصرة إنها تلبسها. تروح عند لبس الصيف وتجيبها يا بنتي ده صيف. لا مصرة إنها تلبسه. بس بقى ما بارضاش أزعّلها، بالبّس لها كده تقيل من تحت بكُم وكده وأتقّل لها من تحت واخلّيها تلبسها. دلوقتي كده هاعمل بقى الغدا طبعًا بقى شوية العدس بقى يدفّونا في التلج اللي إحنا فيه ده. العدس ده بقى سلقته واستوى معايا خالص وباهرسه كده بالكبشة. وممكن بقى أسهل تحطّهم برضك تضربهم كده في الخلاط. بس أنا الصراحة باعملهم بالكبشة كده بدل ما أشيل وأحط. أسهل على طول. هنا كده أحمّر كده شوية شعرية. الشعرية يا دوبك كده يعني إيه. أقل من كبشة كمان. هو العدس ما بياخدش شعرية كتير خالص. شوية قليلين
يعني حوالي كده قولي 3 معالق اللي هي بتاع الرز. حمرتهم كده ونزلت كده مع العدس، ونزلت كده بالميه، والميه بقى حسب السمك اللي انت عاوزاه، تقيل بقى خفيف، ده حاجه ترجع عليك انت يا حبيبه قلبي زي ما انت عاوزاه. انا الصراحه بحبه معتدل، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. سبته بقى كده لحد ما العدسه بقى تستوي، العدسايه لحد الشعريه ما تستوي. هنا بقى كده بحمر كده بصلايه كده ونزلت بالبهارات وكمون وكزبره وماجي، بيديله طعم جميل جدا. ونزلت كمان بحوالي 5 فصوص توم، ونزلت بقى بالطماطم وسبتها تتسبك كويس جدا كده اتسبكت خالص ونشفت معايا خالص. هنزل بيها بقى بالعدس، بتفرق معاكي في الطعم خالص. عارفه احنا حبيبنا هنا في البندر هنا في مصر كده بيعملوه كله بقى بسلوه مع بعضيه، يحطوا الطماطم مع البصل مع الثوم ويسلقوا كله مع العدس، يضربوه في الخلاط وخلاص على كده. لا احنا عندنا بقى في الصعيد بقى بنحب نعمله بقى تقليه كده، الصراحه بيفرق في الطعم خالص. اما المسلوق تسلقيه كله كده مع بعضيه بقى الصراحه مش طعمه مش حلو. التسبيكه دي بتفرق معاكي خالص. وسواء بعمله بطريقه تانية، سواء بحط البصل مع الطماطم يتسلق مع العدس، بس برضك بعمله طشه كده بالثوم زي الملوخيه. وهنا بقى كده لازم بقى البصل الاخضر الجميل ده كده مع العدس. هنا بقى العيال خلاص جاعوا خلاص، عاملين لي بقى قزعرينه، هيجوا هما دلوقتي بقى ياخدوا الاكل. والحمد لله رضا. وطبعا هو سيف بيحب العدس مبسوط انا عملت له عدس. سيف بقى يحول، ورودي طبعا شربت عاوزه تحول، هديلها هي البصل بقى عشان طبعا العدس سخن عليها. اهي جت اهي. تتنطط هي كمان عاوزه تشيك. رودي، هي قاعده جايبيها بتتفرج على نفسها دلوقتي. اتمنى الفيديو كان عجبكم. عارفه